ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وصفتنا النهارده ان شاء الله وصفه سهله وسريعه جدا. هنعمل مع بعض كيكه قدره قادر او كيكه الكريم كراميل. تعالوا كده نشوف طريقتها ونشوف كده الوصفه ديت هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه كده هنعملها اول طبقه معانا وهي طبقه الكراميل. جبت كده كيسين من الكراميل وحطيتهم كده عندي في الصينيه، ابتدي اوزعهم كده بالشكل دوت. اي صينيه انت ممكن تستخدميها زي ما انت حابه، الصينيه اللي شكل دوت او صينيه الومنيوم او صينيه بايركس زي ما انت حابه، يعني الصينيه اللي انت عايزاها. تمام. هبتدي كده اوزع عندي الكراميل بالشكل دوت. زي ما انتوا شايفين هجيب كده فرشه وابتدي ان انا اوزع الكراميل في الصينيه كده كلها. تمام. دي كده اول طبقه معانا. هنبتدي بقى كده نعمل تاني طبقه معانا وهي طبقه الكريم كراميل كده. في حله كده وابتدي احط فيهم كوبايتين من اللبن. تمام. وهحط عليهم كمان كيسين من بودره الكريم كراميل اللي انا مستخدمه كده النوع دوت النهارده. خدت كده الكيسين البودره اللي فيهم بودره الكريم كراميل وابتدي ان انا احطهم عندي على اللبن وابتدي اقلبهم كده الاول عندي على البارد قبل ما ارفعهم على النار. تمام، علشان كده ما تكتلش معايا. هحطهم بقى كده ارفعهم عندي على النار، واول ما يبتدوا ان هم يغلوا معايا هبتدي ان انا اطفي عليهم. خلاص كده قلبتهم كده كويس زي ما انتوا شايفين، ارفعهم بقى عندي على النار. اول ما يغلوا معايا هبتدي ان انا اصبهم عندي في الصينيه على الكراميل بالشكل دوت. شايفين بقى بعد ما لما بتغلي، لما الكراميل يعني كده بيغلي مع اللبن، بيبتدي ان هو القوام بتاعه يتقل بالشكل دوت. هبتدي بقى اسيبهم كده اللي عندي على جنب لغايه يعني ما يبردوا تماما. تمام. في الوقت بقى دوت هنعمل كده الكيك او فادجي كده كيك شوكولاته. حطيت كده عندي كوبايه من السكر وحطيت عليهم بضايه وهبتدي كده اقلبهم كده كويس. هنعمل كيكه كده سهله بمقادير يعني بسيطه وتطلع فادجي يعني كده معانا وطعمها حلو قوي. هقلب كده السكر كويس مع البيضه اللي احنا حطيناها. تمام. نقلبها كده كويس قوي لغايه ما يبقى لونها كده فاتح معانا بالشكل دوت. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هبتدي بقى كده اجيب عندي كوبايه من الدقيق، وطبعا هنخلها. اي كيكات انا بعملها لازم انخلهم، علشان لازم انخل يعني اي الدقيق كده لازم ادخله في اي كيكات عشان تطلع معايا هشه وطريه. حطيت بقى كده كوبايه دقيق وحطيت نص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني، وحطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. الكيس ده يعني كده كان فيه معلقه صغيره. تمام. هبتدي بقى انخلهم عندي بالشكل دوت عندي على السكر وعلى البيضايه اللي احنا حطيناهم. هندخل بقى كده المكونات الجافه بتاعتنا. طبعا في الوقت دوت انا كنت شغلت الفرن على درجه حراره 200 علشان يسخن كده معايا. خلاص بقى انا كده خلاص عملت كده المكونات الجافه كده نخلتها. قبل بس ما ابتدي ان انا اقلبهم هحط كده نص كوبايه ميه ونص كوبايه زيت في كسرولة واحطهم كده يغلوا عندي على النار. تمام. على بال بقى ما يغلوا هبتدي ان انا اقلب بقى المكونات الجافه دي مع بعضها. هنقلب بقى كده الدقيق مع الكاكاو كده والبيض والسكر. طبعا هي هتحسوا ان هي مش بتتقلب معاكم بسهوله، وده طبيعي طبعا لان احنا لسه ما حطيناش اي سوائل فيها ولا حطينا ميه ولا زيت ولا لبن ولا اي حاجه، فطبعا هتلاقوها تقيله كده معاكم وانتوا بتقلبوها. انا هفضل كده معاها واحده واحده لغايه كده بس يعني اخلط بس المكونات كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت لغايه بس ما اللبن قصدي الزيت والميه كده يسخنوا معايا. هما كده سيخنوا خلاص. ابتديت بقى اضيفهم عندي على المكونات وابتدي بقى كده واحده واحده اقلب المكونات كده مع بعضها. كيكه الشوكولاته ديت جربوها بالميه السخنه ديت بتبقى طعمها حلو قوي، وبتطلع كده الكيكه طعمها فادجي كده وبيكون طعمها حلو قوي كيكه الشوكولاته دي. وكمان لما تستخدمي كيكه الشوكولاته يعني كيكه الشوكولاته تعمليها بالكاكاو الاسباني الخام بيبقى طعمها حلو قوي، بيديها كده طعم حلو. قلبت بقى كده المكونات كلها مع بعضها، حسيت ان القوام كده بتاع الكيك تقيل كده معايا شويه. زودت عليه كده حوالي ربع كوبايه من الميه السخنه. تمام. علشان يبقى القوام معايا مظبوط. زي ما انتم شايفين زودت كده شويه ميه سخنه من الكاتل كده سخنين قوي. هبتدي كده اقلب بقى المكونات كده مع بعضها. تمام. لغايه ما يبقى القوام معايا كده مناسب. خلاص بقى كده زي ما انتم شايفين بدأ ان القوام معايا بتاع الكيك كده يعني يتظبط. تمام. هنبتدي بقى كده نجيب عندنا الصينيه بتاعه الكراميل اللي احنا عملناه. بصوا بقى برد خالص، ما بقاش مش بيلزق ولا اي حاجه علشان برد تماما. تمام. هبتدي بقى اصب عليه كده الطبقه بتاعه الكيك اللي احنا عملناها دي، كيكه الشوكولاته. تمام. هنبتدي كده نوزعها عليها من فوق.
طبعا دي كيكه قدره قادر بس بالطريقه السريعه. في منها طريقه تانية بتتعمل ان انت تحطي يعني الكريم كراميل بيتضرب في الخلاط، لبن وبيض، فبيبقى سايل، وبتحطي بقى الكيكه من فوقيها. فبقدرة قادر بقى ان كل الطبقات تفصل عن بعضها، علشان كده هم سموها يعني كيكة قدرة قادر، بس دي بتبقى محتاجة خطوات اكتر يعني. انا النهاردة عملتها لكم بس بطريقة كده سريعة، كيكة قدرة قادر كده سريعة. خلاص بقى كده هوزع الكيك بتاعنا كده على الوش من فوق. تمام. وطبعا لازم نسويه، مادام كريم كراميل وكده لازم نسويه على بخار مائي زي ما انتم شايفين. حطيتهم كده في صينيه وابتديت ان انا احط فيها ميه سخنه. هبتدي بقى ادخلها في الفرن على درجه حراره 200، بتقعد معايا حوالي نص ساعه. تمام. وده بقى كده شكلها بعد ما خرجت. قلبتها بقى كده بالشكل دوت في الصينيه، شكلها حلو وكمان طعمها حلو قوي. الكريم كراميل مع الكيك الشوكولاته يعني ميكس كده حلو، بيبقى يكون كده طعمهم حلو قوي. جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم.